السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فقد قالت بعض المصادر أن جمال بلماضي مدرب منتخبنا الوطني الجزائري قد قدم استقالته لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف وليد صادي تحت ضغط جماهيري كبير، وذلك بعد الإقصاء الخضر من الدور الأول لبطولة كأس أفريقيا 2024 بالكوديفوار. لقد تعرضت الجماهير الجزائرية لصدمة وخيبة أمل كبيرتين أمس الثلاثاء بعد الإقصاء المنتخب الجزائري من الدور الأول لنهائيات كأس أفريقيا 2024 إثر خساراتهم أمام موريتانيا بنتيجة هدف لصفر في الديربي العربي. ولقد عبرت الجماهير الجزائرية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي عن غضبها الكبير مما شاهدته في هذا الكان، حيث كان الأداء متذبذب والنتائج المسجلة ضعيفة جدا. التعادل أمام أنغولا هدف لهدف، وضد بوركينا فاسو أيضا هدفين لهدفين، وخسارة من موريتانيا، مما تسبب في خروج من الدور الأول بشكل مفاجئ في سيناريو مكرر للنسخة الماضية بالكاميرون 2021 مع فشل واضح في كسر عقدة غياب الانتصارات. لتحمل الجماهير الخضر جمال بلماضي مسؤولية هذا الفشل. وهناك بعض المصادر أكدت لنا أنه سيكون هناك اجتماع بين وليد صادي والمدرب منتخبنا الوطني الجزائري جمال بلماضي فور العودة إلى الجزائر لترسيم هذه الاستقالة والإعلان عنها رسميا، فضلا عن وجود إمكانية لعقد مؤتمر صحفي للمدرب المنتخبنا الوطني الجزائري جمال بلماضي لشرح بعض الأمور وتقديم اعتذاره للشعب الجزائري. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. ما تنساش بالضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو، وأيضا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لوصول كل جديد القناة، وشكرا.